عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم طبعا في قناتي قناه كوره. لو انت اول مره تشوف القناه ما تنساش تشترك في القناه. طيب في الفيديو دوت هتعرف ايه؟ هتعرف ترتيب الدوري الاسباني، ترتيب الهدافين، نتائج المباريات اللي اتلعبت النهارده في الجوله رقم 33. طبعا ريال مدريد النهارده لعب مع ريال سوسيداد، وهي دي المباراه اللي اتلعبت النهارده الجمعه 26/4/2024، وريال مدريد فاز على ريال سوسيداد بنتيجه 1-0 في الجوله رقم 33. وطبعا مين اللي احرز الهدف ده؟ اللاعب التركي، اصغر لاعب في ريال مدريد، اللاعب اللي عنده 19 سنه، اللاعب اللي من اصول تركيه، لاعب يعني هم كلهم بيقولوا عليه لاعب كبير جدا 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 بصراحه. طبعا كل لاعيبه ريال مدريد اللي كانت بتلعب النهارده كلها لعيبه موجوده على دكه الاحتياطي اصلا، من اول الحارس اللي هو كبه تمام لحد خط الهجوم كله. وكارفاخال كان بيلعب النهارده لانه مش هيلعب مباراه الذهاب لانه عنده اصلا 2 تراكم البطاقات الصفراء، فلعب النهارده تمام. وكده كده ميليتاو هيلعب المباراه الاساسيه، فبس عشان لو محدش واخد باله يعني. فريال مدريد النهارده بعد الفوز حاليا ريال مدريد معاه 84 نقطه، وبرشلونه لسه هيلعب الجوله بتاعته الجوله رقم 33 مع فالنسيا. وطبعا لو كسب حتى هيبقى لسه في فرق نقاط 11 نقطه بين ريال مدريد وبرشلونه. جيرونا في المركز رقم 3 68 نقطه، اتلتيكو مدريد في المركز رقم 4 61، اتلتيكو بلباو واتلتيكو مدريد هيلعبوا مع بعض بكره في الجوله رقم 33 عشان نشوف مين اللي هيفضل في المركز الرابع والمركز الخامس بعد كده. وعندك ريال سوسيداد في المركز رقم 6 وريال بيتيس في المركز رقم 7 معاها 48 نقطه. ده بالنسبه لاول 7 فرق في الدوري الاسباني. طبعا عاوز اقول لك بس قبل ما اقول لك ترتيب الهدافين، اراد جولر حتى الان في الموسم كله مع ريال مدريد لحد دلوقتي احرز هدفين 2 فقط. ريال هدف منهم حسم بيه مباراه ريال سوسيداد، فهدف ليه قيمه يعتبر. طيب ترتيب الهدافين: ارتم دوفابيك معاه 18 هدف، بلينجهام معاه 17 هدف، انتي بوديمير معاه 16، براخا مايورال والكسندر طبعا كل واحد معاه 15، موراتا وطبعا جوركا معاه كل واحد 14 هدف، جريزمان وليفاندوسكي كل واحد معاه 13 هدف. ده بالنسبه لترتيب الهدافين. ترتيب الدوري الاسباني، نتائج المباريات اللي اتلعبت النهارده بعد اخبار الدوري الاسباني. مستني طبعا يعني اشتراكك في القناه، تفاعلك على الفيديوهات بتاعتي، ولو انت اول مره تشوف القناه ما تنساش تشترك في القناه. سلام.